ده لا يمكن يكون صح. يعني انا لو عايزه فلوس زياده او عايزه مثلا اعمل شغل في الخليج هعمل اي حاجه؟ اكيد لا. ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما بتسمع التراك ده؟ طب ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما بقولك خليجي؟ الجلابيه البيضاء، العقال، الفلوس الكاش الكتير، مفيش فيز، كاش بس، الكرش، او يخش يقولك يا ناس سيبوني انا بعرف اتكلم مصري خالص. هاي شله هاي. دي الخليجي ستارت اب باك في اي فيلم مصري. ما بيبقاش فيه اي متعه ولا اي اضافه لشخصيه الخليجي في الافلام المصريه. بيبقى كده الكاتب اكنه بيقولك ايه، عندنا شخصيه خليجي، طب طلعها بقى من الفريزر تفك. معظم الكليشيهات والستيريوتايبس اللي في الافلام بتبقى استسهال في الكتاب. الكاتب ما بيبقاش عايز يحط اي عمق في الشخصيه، وبيبقى عايز يزود يا اما كوميديا يا اما ياكد على الستيريوتايب المعين ده من خلال كتابته للفيلم. معلش يا ابني معلش. ايش في؟ ايش هذا؟ مكان خاص. انا عندي دعوه هون، انا جاي ارقص بفلوسي انبسط. ثواني. ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي، بالذات لما احنا كمصريين نكتب الخلاجه بالشكل ده، لان طول عمرنا بنشتكي ان الرجل الابيض بيكتب الشخص العربي، الكاركتر العربي في الافلام بتاعته بطريقه سطحيه جدا. يخش بالمزيكا الصحاره دي مع صوت الست اللي بتغني من بعيد مع الفلتر السيبيا والافكت المموج ده عشان يحسسنا ان الدنيا حر. ومفيش اي دراسه ورا اللهجه ولا ورا الزي ولا ورا شكل الناس قبل ما يقرر الشخصيه دي عربيه من انهي حته. يعني ممكن حتى يصوروا لك حاجه في المغرب وتبقى باينه جدا انها في المغرب ويقول لك لا احنا في ابو ظبي. عايزين يحطوا واحد عربي يطلعوه ارهابي عنيف جدا، هو رمز الشر في الفيلم، ارهابي بس. فزي ما شخصية الخليجي في الأفلام المصرية سطحية جدا، شخصية العربي في الأفلام العالمية برضو سطحية جدا. فالمقارنة السريعة دي بس هدفها إن أنا أقول إنه اللي بنعمله في الناس بيطلع علينا عادي. ياما أفلام كثيرة قوي أول ما بيجيبوا فيها سيرة مصر بيجيب لك واحد عامل كده أهو وصحراء وجمال. وشخصية الست بتبقى سطحية جدا، ولا ليها شخصية ولا ملامح ولا صوت أصلا. شخصية الراجل بتبقى نفس الفكرة، الراجل اللي معاه فلوس اللي جاي يعمل ديل، أو الراجل الشرير اللي جاي يقفل صفقة، أو الراجل الغبي. I love it. It is simply awesome. Yeah. Basically, you want me to design you an Arabian Gucci house? How dare you compare Prince Habib's Bikini Hut restaurant to this Gucci house? This idea's got nothing to do مستحيل. with Gucci's. يمكن الناس في الوطن العربي عارفين عننا كمصريين أكتر من الأفلام والمسلسلات والأغاني وكده. هدول اغلى تشكيله فيها كل اللي تبغاه. يا حبيبي ليه انت بتقول لي كده؟ ليه بتقول هدول وطال عمرك وفي ايه؟ انت فاكرني اجنبي ولا ايه؟ ولكن احنا ما كناش نعرف عنهم كفايه لغايه لما حصل ثوره النفط وبدا الناس تسافر الخليج تشتغل، والخلايجه هم كمان يجوا يصيفوا عندنا، وزادت جدا السياحه من ناحيه الخليج في الوقت ده. ويمكن ده ممكن يكون الوقت اللي بدا فيه الاستيريوتايب ده يطلع في الافلام. بس هل طبيعي من 1980 لغايه 2020 نبقى لسه بنطلع الخليجي بنفس الشكل في الافلام؟ مفيش يا جماعه اي مجهود كتابه قد كده. سموك مش محتاج اي حاجه، نجيب لك جواري، نجيب لك مواشي، ما ابي. وبعدين بقعد افكر طب هم شايفيننا ازاي؟ طب هم بيعرضوا المصري ازاي؟ لما جيت ادور شويه على كليشيه المصري من وجهه نظر الخليجي، لقيت ان هو برضو هم بيشوفوا المصري بتاع المصلحه، بتاع الفلوس، هيخلص لهم اي حاجه بالفلوس. وده مش صح طبعا، ده لا يمكن يكون صح. يعني انا لو عايزه فلوس زياده او عايزه مثلا اعمل شغل في الخليج هعمل اي حاجه؟ اكيد لا. رغم ان انا عارفه ان الخلايجه بيحبوا المصريين جدا وبيحبوا ثقافتنا وشايفيننا دمنا خفيف وشايفيننا جدعان جدا، في جزء من الحقيقه رغم ان هو متعمم او متنمط بشكل ما، فهو برضو نظره الخليجي للمصري في جزء من الحقيقه. مصر صف اول، تأكيد معزوم، ده أكيد معزوم. يعني شفتوا خليجي نازل يركب تاكسي في مصر مثلا، سواق التاكسي ولا سواق الاوبر اول ما بيعرف ان هو خليجي بيعمل فيه ايه؟ نورت مصر. نورت مصر. بطل. نورت مصر. نورت مصر. ليه يا جماعه بتجيبوا شخصيه الخليجي ماشي بشنطه فلوس ومعاه فلوس وبيطلع فلوس وبيوزع فلوس في الكباريه ودايما في رقاصه وخذ خذ خذ والحاجات دي؟ حتى ما بقاش الموضوع منطقي ولا واقعي.
كليشيهات. احب بس اقول ان الصوره السطحيه اللي متصدره للمصريين عند الخلايجه مش حقيقيه. مش كلنا ماشيين في الشارع بنقول صبح صبح يا عم الحاج، ولا لسه بنقول افيهات عادل امام وسعيد صالح، ولا افيهات الليمبي، ولا افيهات قطاطه. خلاص يعني ما بنعملش كده. انا حبيت اقول لكم كده بس عشان المستقبل. احنا زي ما احنا مش عايزين الرجل الابيض يصدر للعالم الشكل النمطي ده للعربي وما يفرقش ما بين اصلا الجنسيات والحضارات المختلفه، وده اكيد معمول بشكل مقصود يعني ما فيهاش كلام. تهيألي دورنا يعني ان احنا نبتدي نعمل ده، بما اننا رواد يعني في صنع السينما والدراما عامه. نحط مجهود شويه في الكتابه في ان احنا نعرض الشخص الخليجي بطريقه معينه، واتمنى نعرف عن بعض اكتر من خلال السينما وبره السينما. دي رساله يعني لاي حد هيكتب شخصيه خليجيه قريب. فكر تاني قبل ما تكتب ان هو هيطلع فلوس من جيبه باي شكل من الاشكال. ارجوك ما تخلوش يطلع اي فلوس من جيبه لو سمحت. قوي ادفع للخليجيين. انا شايفه الخليج العربي بيحاول يعني في الدراما دلوقتي وبيقدموا حاجات جديده حلوه ودمهم خفيف. انا كنت امزح. فيستاهل يتقدم احسن من كده. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر كليشيه خليجي ضحكك، او اكتر كليشيه خليجي حسيته مش واقعي وحسيته كليشيه بجد كده في وشك، او اي حاجه اكون نسيت اقولها يعني. وقولوا لي برضو لو شايفين الصوره دي اتغيرت في الافلام مؤخرا ولا لسه هي. اشوفكم الحلقه الجايه.